بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهاردة على الجنس، علم الجنس أو السكسولوجي. بنتكلم على الجنس إن هو غريزة من الغرائز الأساسية، بس مش رقم 1 ولا 2 ولا 3. يعني البني آدم من الغرائز الرئيسية عنده الشرب أو التنفس، مثلا الهواء. والهواء من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه مفيهوش حد هيتحكم فيه، عشان هو ما يقدر يستخدم البني آدم عنده ثواني. ويبقى يليها الشرب، وبرضه من رحمة ربنا إنه متوفر في معظم أنحاء الأرض مياه الشرب. ثالث حاجة الكسوة أو الستر اللي هو اللبس، وده بقى متوفر على حسب طبقتك، لكن برضو بنسبة كبيرة، يعني الحد الأدنى منه موجود. الرغبة الجنسية أو الجنس هو غريزة ربنا حاططها في البني آدم عشان للتكاثر ولبقاء النوع في كل الكائنات، مش في البني آدم بس. بس هي ليها أولويات في الراجل والست. الراجل ربنا مديله الغريزة دي شديدة جدا من بعد البلوغ على طول، وعشان يبدأ يدور على الجواز. وهي السبب الرئيسي في ان الرجالة يعني تفتح بيت، التفكير ان هو يسد هذه الشهوة اللي بيلاقيها عنده شديدة من بعد البلوغ. والحقيقة لو ما كانش فيه لذة في الشهوة دي بالنسبة للراجل، ما كانش يفتح بقى بيت ويعمل يستحمل مسؤولية أسرة ويصرف على زوجة وأولاد، ويتجبر ان هو يشقى ويدبر أموره عشان يربي وكده. ما كانش فيه لذة يعني هو ملح ليه، ما كانش هيعمل مسؤولية، يعني يقول لك خليني مسؤولية نفسي وخلاص، ايه اللي يخليني افتح بيت واوجع دماغي. فهي ليها حكمة انها تبقى شديدة كده عند الراجل، وليها حكمة برضو انها تكون ثانوية عند الست، لدرجة ان الست ممكن طالما ما حصلش ممارسة جنسية قبل كده، انها ممكن ما تفكرش في الجواز خالص. وبتبقى ملحة او يعني حاجة مهمة او ذات قدر لو هي اتجوزت قبل كده، بيبقى الحاجة الجنسية او الموضوع الفسيولوجي بالنسبة لها او ممارسة الجنس بتبقى حاجة مهمة، بس طبعا برضو مش بنفس الحياح الراجل. انما الغريزة الرئيسية الست بتتجوز عشان تخلف. غريزة يعني هي ما بتبقاش عرفت الجنس قبل كده ومش مهم عندها، ولكن هي عايزة تخلف. حتى اللي بيحصل معاهم ختان يدمر لهم العضو التناسلي، برضو بيقبلوا على الزواج عشان يخلفوا. فهي الغريزة الرئيسية للست عشان تتجوز هي بتبحث عن الأمومة، أما الراجل بيبحث عن المتعة الجنسية، وده اختلاف واحنا اتكلمنا فيه في فيديو منفصل. طيب الجنس ليه انواع. هو الجنس المهبلي، وده العادي اللي ربنا شرعه باوضاعه المختلفه، بقى من ورا من قدام مش هتفرق. وفي الجنس السموي، وده يعني صراحه مقرف جدا اما الواحد بيتخيله، اللي هو يعني لعق الاعضاء التناسليه سواء للراجل او للست بالفم. هو مقرف بصراحة، مفيهوش أي متعة، لكن مستشر في الغرب. وفي الجنس الشرجي بقى، والجنس الشرجي ده ربنا محرمه، اللي هو إتيان المرأة من الدبر. وده بصراحة الواحد يعني أما بيشوف راجل عايزه يا إما بيتفرج على أفلام أجنبية مخلة، يا إما يكون شاذ ولا أعوذ بالله، يعني زي قوم لوط. دي أنواعه. ولكن احنا بالنسبة للمسلمين اهم حاجة عندنا هو الجنس المهبلي طبعا.
اما الجنس الشرجي والفموي ده يعني يعني معتبر معظم الناس عندنا يعني ما يعرفوش او ما بنمارسوش او كده. الاوضاع عامه الوضع اللي هو الست بتبقى نايمه ده هو احسن وضع للحمل، وحتى الوضع في اوضاع اخرى مش بتناسب الحمل. طبعا الجنس هو الحاجة الزايدة اللي بتطرأ على الست وبتحصل من ناحيتها الخلفة. يعني هو الراجل بياخد بنت من أهلها من عند أبوها ليه؟ هو عشان الموضوع ده ايه الزيادة اللي عند ابوها؟ يصرف عليها، طب ما بيصرف عليها عند ابوها حنان واهتمام، والله بتلاقي عند ابوها اكتر من الزوج كمان. لكن هي دي الحاجة اللي ما يقدرش ابوها يديها لها، اللي هي الجنس. الجنس ده هي بالنسبة لها مش واعية انه مهم بالنسبة لها قوي، ولكن اللي عن طريقه هيحصل الخلفة. تمام؟ فلو الراجل مش قادر جنسيا او شاكك ما يلزمش بنات الناس معاه. فدي حاجة مهمة جدا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.